يواجه نادي اتحاد العاصمة اليوم السبت نظيره يانغ أفريكانز على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة في إياب نهائي النسخة العشرون لكأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم على الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. وبات ممثل كرة القدم الجزائري أقرب إلى التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه عقب تحقيقه نتيجة إيجابية بالفوز على الفريق التنزاني في مباراة الذهاب 2-1 على ملعب بنجامين ماكابا في دار السلام بالعاصمة التنزانية. ويأمل الاتحاد في أن يصبح أول فريق جزائري يتوج بلقب البطولة بشكلها الحديث الذي انطلق عام 2004، إذ يخوض النهائي القاري للمرة الأولى أيضا في تاريخه بعد نهائي دوري الأبطال عام 2015 حين حل وصيفا لنادي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية. يذكر أن المباراة سيديرها الحكم الرئيسي الموريتاني بيدا دهان، والأنغولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس سيكون المساعد الأول، الموزمبيقي أرسينيلو شادريسك مارانكولو سيكون المساعد الثاني. المباراة ستكون منقولة على القناة الأرضية الجزائرية وعلى بين سبور الرابعة بتعليق حفيظ دراجي، وكذلك يمكنكم مشاهدتها على الهاتف في تطبيق ياسين الذي وضعنا فيديو حوله، ويمكنكم مشاهدته في الرابط أسفل الفيديو إن أحببتم ذلك. وهذا هو تطبيق ياسين تيفي، ونشكركم على تتبعكم ونتمنى الانتصار للفريق العاصمي اليوم والاحتفال في باب الواد وسوسطارة، ولكل الجماهير الجزائرية الفوز والتأهل بالكأس، كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ الجزائر. حظا موفق، ونرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليأتيكم كل جديد.